تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض كده أكلة اقتصادية وسهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مفيدة جدا، ولو بتعملي نظام دايت أو حاجة مشبعة جدا وهتفيدك. خلاص هنعمل مع بعض العجة. هجيب 3 بصلات كده عليهم فلفل رومي وفلفل سبايسي و3 بيضات وكزبرة وشبت وبقدونس، كل حاجة ايه نص حزمة كده، ومعلقتين من الدقيق، مش هنكتر من الدقيق، وملح وفلفل وكزبرة وكمون ومكعب مرق وايه كيس بيكنج باودر، هاخد منه معلقه صغيره مش هاخده كله. خلاص هجيب طاسه بقى كده واحط فيها شويه زيت قليلين عشان احنا اتفقنا ان دي اكله صحيه، فمش هنكتر الزيت. خلاص وهنزل بقى بالثلاث بصلات كده والفلفل الرومي او السبايسي اللي يعجبك بقى، ممكن تكتري الكميه لو انت عايزه. خلاص هفضل بقى كده ايه اقلبهم لغايه اما ايه يتبلوا تماما، وهنزل بمكعب المرق. مش عايزة مكعب المرق استغني عنه، بس هو بيديها تطعيمة كده وتسكيرة تحفة. خلاص بصوا احنا عشان حطينا زيت قليل هتحسوا ايه ان الطاسة لزقت عشان الزيت قليل، عشان احنا اتفقنا ان دي اكلة صحية. خلاص وهننزل بقى ايه بالخضرة كده. هنا انا قافلة النار، هنا انا مش مشغلة النار. هنزل بقى بالبهارات كل حاجة نص معلقة كده، فلفل اسود كمون كزبرة ملح، وطبعا نزلنا بالخضرة. خلاص هنشيل بقى الكلام ده من على النار، احنا كده كده قافلين النار. هنستنى بقى لغاية اما يبرد تماما. هنجيب بولة كده بقى ونحط فيها تلات بيضات كده ونربهم حلو كده لغاية اما يفكوا تماما. ممكن لو انتي عايزة تزودي كمية البيض براحتك. خلاص بس هي كانت صينية صغيرة. وهنزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين الدقيق اللي احنا اتفقنا عليهم، ونخلط بقى الكلام ده كله كده لغاية اما الدقيق والبيكنج باودر يختفوا تماما زي ما انتوا شايفين كده. هيكون بقى الخليط اللي احنا عاملينه ده بارد، لازم الخليط ده يكون بارد تماما. هنقلبه بقى في البيت كده حلو قوي لغاية اما يدينا قوام العجة كده. ونجيب بقى صينية نكون دهنينها دهنة زيت بسيطة، وننزل عليها بقى بالخليط اللي احنا عاملاه ده. وهنشغل الفرن على درجة حرارة 200 اكننا بنسوي كيكة بالظبط يعني. ربع ساعة كده، مش هتكتر عن ربع ساعة. نحط الخلة كده ونختبرها، هتطلع معانا مستوية بقى وتحفة وبجد رهيبة، طعمها رهيب. يعني النصيحة اللي انا ممكن انصحها لكم ان انتوا تكتروا الكمية لانها بجد رهيبة ومشبعة. بصوا مش هتكلم كتير، تجربوا وانتوا هتعرفوا. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى تجربوه يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد.